السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنشارك معكم فيه تحلية بالفواكه كتجي رائعة جدا جدا بلا فران. كتجي خطيرة ومنعشة وباردة. ما تنسونيش من لايكات ديالكم واشتركوا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد، وبقوا معي في الفيديو حتى الاخير باش تشاهدوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غنحتاجو للتحليه ديالنا كما كتلاحظوا ناخذوا مول. غادي ناخذوا هذا البسكوي اللي كيكون على هذا الشكل صافي، وناخذوه بالوحيده كنغطسوه شويه في الحليب صافي، وكنديروه نيشان في المول. حاولوا ما تشربوش بزاف الحليب باش البسكوي كيجيكم زوين، ما يذوبش لكم بزاف بالحليب. صافي كنحاولوا نستفوا هذا البسكوي اللي عندنا في اللاطه ديالنا اولا في الطاوه ديالنا، ما نخليوهش الفراغات خاويين. اي فراغ عندنا كنملؤوه بهذا البسكوي. صافي هنا كناخذوا كاسرونه كنوضعوا فيها لتر من الحليب، صافي كنزيد عليه هنا 4 المعالق كبار ديال كريم باتيسير، كنزيد عليهم هنا 5 المعالق كبار ديال السكر سنيده، كنزيد عليهم هنا فلون ديال فاني صافي، وكنحرك كلشي حتى كيذوب ليا داك الفلون مع السكر والكريم باتيسير، البودره ديال الكريم باتيسير صافي، وكنهزو كنوضعو فوق النار مباشره. صافي هنا كنوضعو الخليط ديالنا فوق النار مع التحريك حتى كتعقد لينا الكريم باتيسير. صافي هنا الكريم باتيسير ديالنا بدات كتقال لينا صافي، غادي نحسوا بها تقالت، ما نخليوش تتقل بزاف، نهزوهم فوق النار ونخليوها حتى تحيد منها داك البخار اللي كيتصاعد منها، عاد كنصبوها فوق هذاك البسكوي. صافي هنا كنصب الكريم باتيسير في المول صافي، وكندخلوها للثلاجه حتى كتشد فراسها. في هذا الاثناء كنمشيو نوجدوا الديسير ديالنا اللي غادي نستفوا فوق هاد التحليه. صافي هنا بعد ما برد لنا كريم باتيسير وقبض في راسو، هنا كناخذوا الديسير، اي ديسير كاين عندكم في الدار. تقدروا ديروا البنان بوحدو او التفاح او الفريز او الكيوي، المهم اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. انا هنايا غادا ندير عندي واحد الحبه ديال الكيوي، وغادا ندير 2 حبات ديال الموز، وغادا ندير الفريز. قدوني 4 الحبات ديال الفريز صافي، كنقطعوهم شرائح رقاق وكنستفوهم بحال هكا في المول فوق الكريم باتيسير.
صافي هنا بعد ما ستفت الديسير كامل اللي عندي غناخدو ردو الثلاجه بما وجدنا الطبقه الاخيره. صافي هنا كناخد كاسرونه كنوضع فيها تقريبا واحد 3 الكؤوس ديال العنبه ديال عصير البرتقال. هنا كنضيف السكر سنيده، كنضيف 4 معالق ديال السكر سنيده. هنا كنضيف 2 ساشيات ديال الفلون. صافي كنحرك الكل جيدا حتى كيذوب لينا ديك السنيده وداك الفلون ديالنا، وكنهزو كنحطوه فوق النار. صافي دابا كنحطو الخليط ديالنا فوق النار حتى كيغلى لينا. صافي ونحيدوه كما كتلاحظوا هنايا. صافي الخليط ديالنا غلا، غادي نخليوه حتى كيبرد ما يبقاش سخون. عاد كنصبوه مباشره فوق هذا، ما نخليوش حتى يجمد، غير يتحيد منه داك البخار ويدفى. صافي عاد كنصبوه مباشره فوق الديسير ديالنا. كما كتلاحظوا انا هنا تحذف لي داك المقطع اللي كنت كنصب فيه. كناخذ بحال هكا مصفات وكنصب فيها الخليط وكنوزع فوق داك الفواكه كلها ديالتنا. كما كتلاحظوا معنا كتجي رائعه. صافي كنهزها وكندخلها للثلاجه حتى كتبرد لينا جيدا، على الاقل واحد ساعتين حتى 3 السوايع باش كنعرفوا بان بردات مزيان. وهذا هو الشكل ديال التورته او التحليه ديالنا. كتجي على هذا الشكل صراحه كتجي رائعه جدا جدا ومنعشه وبارده. غنقطع معكم باش تشوفوا كيف جات من الوسط. هكذا كتجي من الوسط، كتجي زوينه صراحه ومعلكه وكريميه في نفس الوقت. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التورته او التحليه ديالنا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي شاركت معكم اليوم. ما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم، واللي مازال مشترك عندي في القناه دخلوا مرحبا بكم اشتركوا وفعلوا زر الجرس